اليوم افتتحنا المعرض السنوي للإرشاد التربوي اللي تقيم المديرية العامة لتربية ديالى. وكان المعرض يعني يعبر عن النشاطات الإرشاد التربوي، وبما له أهمية في إعداد وتدريب طلبتنا الأعزاء، والاهتمام الكبير بالمدارس وبالتلميذ والطالب على المستوى العلمي والتربوي والأخلاقي وجميع الجوانب الأخرى. لقد ذكر الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي إن الكبد هي المشقة والتعب وصعوبة الحياة، ولا بد من مساعدة أي إنسان مكبوت في هذا المجال لإعادته إلى استقراره النفسي والطمأنينة والراحة وإبعاد القلق والخوف. لذلك أصبحت حاجتنا ملحة إلى إيجاد المرشد والمرشدة التربوية بالمدارس لإعادة الاستقرار النفسي. احتضنت إدارة مدرسة قلقامش الابتدائية للبنين المهرجان السنوي الخاص بالبطاقة المدرسية والإرشاد التربوي، وضم طبعا المهرجان كثير من الوسائل التعليمية التي تخص مجال الإرشاد التربوي. والله بالنسبة للمعرض هذا من عدة منتجات من مدارس مختلفة يميز بها هنا الإرشاد التربوي. دا تلاحظ أنت هذا يعني دا يطرح عدة مشكلات، يعني هذا المعرض يعني مو بس كرسوم أو ككتابة عادية، لا، هذا دا يطرح معاناة وضع العراق اللي دا نمر به احنا يعني حاليا منذ 2003 ولحد الآن.